للاسف يا جماعه مشكله صلاح وصلت لطريق مقفول في ليفربول. ازمه صلاح يا جماعه مش ازمه مدير فني او ازمه تصريحات لصلاح او كده، ده للاسف صلاح ضحيه تخطيط في ليفربول. تعال اقول لك ازاي صلاح ضحيه التخطيط في نادي ليفربول. مبدئيا كده صلاح افضل لاعب عربي ترك بصمه في تاريخ اوروبا، سبب من اسباب رفع مستوى اللاعب العربي الى المستويات العالميه. صلاح وصل لفكر كتير من الناس ان هو البطل الخارق او نجم او رقم واحد في تاريخ ليفربول. صلاح الايام دي بيعيش فترة غريبة شوية في ليفربول، احتياطي في الماتشات اللي فاتت، كسبان خسران متعادل، انت على الدكة. ودي رسالة كده نعرفها في الكورة، ان انت مالكش مكان في الفريق. صلاح برر الكلام ده بان علاقته جيدة مع ارن سلوت المدير الفني للفريق، وان في ناس من النادي هي اللي مش عايزاه يلعب. كمان ناشد الجمهور بان بعد بطولة افريقيا الجاية قد تكون هي البطولة من الاسباب اللي صلاح فيه دلوقتي ان بطولة افريقيا هتتلعب وفي ماتشات لليفربول هتبقى في نفس الوقت، فالفريق هيخسر صلاح في الوقت ده، خاصة ان صلاح في اشد الاحتياج لبطولة افريقيا مع المنتخب المصري، فليفربول لازم يجهز البديل من دلوقتي. جزء مهم من مشكلة صلاح ان هو لما جه يجدد عقده مع ليفربول اشترط مبالغ ضخمة، بس ساعتها يا جماعة كان هو نجم الفريق، كان رقم واحد في الفرقة من حيث الارقام والالقاب، فكان الطبيعي ان هو كان يطلب مبالغ ضخمة. هنا بقى إدارة ليفربول قالت أنت كده بتلوي دراعنا، كله طالع، الناس والجمهور كله طالع يقول لازم نجدد لصلاح، أنت إزاي هتمشي اللي جايب لك الدوري؟ عشان كده إدارة ليفربول ما نسيتش الكلام ده، وحاليا بتنتقم أشد انتقام من صلاح، مسافة ما مستواه تراجع على طول أنت مش هتفارق الدكة. أهم جزء بقى في مشكلة صلاح التخطيط. أنا كمدير فني بحجم منظومة ليفربول عندي في المركز 3 لعيبة و4 بيلعبوا في نفس المركز، في منهم اللي هينجح وفي منهم اللي مش هيلاقي فرصة ينجح بسبب اللي ناجح. الناس دي يا جماعة لازم تضحي بحد من الناس اللي موجودة دي، فأنا هضحي باللي أكبر سنا. صلاح دلوقتي أكبر سنا وهيخدمني سنتين، عندك إيزاك لسه هيديني 6 7 سنين، وكمان بقالهم سنتين بيقاتلوا على التعاقد معاه، وعندك كمان المشروع الاستراتيجي اللي هو إيكيتيكي هيديني 6 7 سنين، وكذلك سابوسلاي في 10 سنين، فالطبيعي ان انا اضحي باللي فاضل له سنتين واللي خزينة النادي بتتكلف كتير بسببه، واحافظ على المنظومة اللي هتديني فوق ال10 سنين. مش بعيد نلاقي صلاح في الدوري السعودي بمبلغ ضخم في يناير الجاي، او ادارة ليفربول تستغنى عنه بدون مقابل لاي فريق